خويا فيرمين، صيفط لك هاد الأغنية من ألبومي الأخر، تنتمناها تعجبك. وهاني دابا تنتسناك في طنجة، باب من أبواب المغرب. عندي بزاف ما نوريك، ألوان وفنون ومدون. تنتمنى تعجبك هاد الجولة الموسيقية اللي وجدت لك في بلادي، والله يجيبك على خير. عشت وحلمت وتمنيت وحققت وما زال بغيت نطوف ونشوف معاك بلدان وبحور راسي وجبال. اليوم هاني واقفة فاتحة روحي ليك. اليوم هاني وكل ما فيا هديته ليك. في طنجة العالية تعجبني نجي نجلس في باب البحر. هنا الوقت يتنسى والروح تتاخد راحتها بين ألوان السما وألوان الماء. بدعيت لربي يكمل ليك كل ما تمنيت كون يمكن نقرب لي ما تستنى. معك غنيت وشرحت وضحكت وبكيت ولعبت وما زال بغيت نحس بنذوق ونحيا الروح ونريح البال. اليوم هاني واقفة فاتحة روحي ليك. اليوم هاني وكل ما فيا هديته ليك. حبيت النور اللي ساكنة في عينيك، حليت كتاب مكتبي وكتبت حروف سميتك انت فيه. اليوم هاني واقفة فاتحة روحي ليك. اليوم هاني وكل ما فيا هديته ليك. اليوم هاني واقفة فاتحة روحي ليك. اليوم كل ما فيا هديته ما كاينش في المغرب اللي ما تعرفش اي يا بنت بلادي، اغنيه من اغاني شقاره لوركسترا المشهوره اللي غادي نمشيو دابا نشوفوهم في مدينه تطوان. حنايا كنعيشوا هنا في تطوان قرابين لاسبانيات، وحكم ان باقي عندنا عائلات حنايا اللي موجودين في اسبانيا. وانا كنعقل ملي كنت باقي صغير كنمشي مع الوالده لاسبانيا وانا باقي نجيو هذيك، يعني الفلامينكو دائما كنسمعوه بعدا حنا هنا في تطوان، لان الضفتين تقريبا هنايا 7 ديال الكيلومتر كتجي لنا من القصر الصغير للضفه الاخرى ديال اسبانيا. اذا حنا مأثرين بالثقافه الفلامينكيه وبالثقافه الاندلسيه. ديال العربي يعني الفلامينكو كما كيقولوا يعني فلاح منكم. وفي ذاك الوقت هذا كانوا يعني فلاحه وكيكون فرحازين وهذوك كيبداو يغنيو هذيك وما يعطيو الاسم يعني
هي فلاح منكوب، ولكن هما بحكم ما كيهضروش بالعربيه ممتاز، يعني فلامينكو، يعني فلاح منكوب. هي تجربة عائلية اللي بدات من جدي، كان عازف ديال الكمان، وقبله كان استاذ المعهد الموسيقي ديال تطوان، وموراه عمي تا هو كان استاذ المعهد الموسيقي وحارس عام بالمعهد الموسيقي. وبقات التجربه ديال الجوق ديال الاشقاره اللي بدات من 1958، وبقات غاديه التجربه مجه الى انا خرجت في الزداديت في 1974، دخلت المعهد الموسيقي في 84. 10 سنين عندي. تابعت الدراسات في المعهد الموسيقي اللي كان عندي في 87. دخلت انا الجوق ديال عبد الصادق شقاره، كنت باقي صغير عندي 13 سنه. وانت تعزف ولا تتغني؟ لا، كنعزف وكنغني، يعني الطريقه اللي كان كيعزف بها عمي ويغني، انا هذيك الطريقه هي اللي كنت عجبتني، باش يعني من الصغر ديالي انا اللي كنا كنطلع مع الوالد الزاويه الحراقيه، وهذيك كنت كنطلع وانا باقي صغير 3 سنين 4 سنين، كنت كنشوف داك الشيء هذاك كيف هذيك تخلي القلب وسكن لي في. اذا في عام 1998 توفى عمي. انا قبل ما يتوفى كان بواحد العامين قبل كان هو عيان وما كيقدرش يخدم في الموسيقى، وهذيك كنت انا هو اللي كنرومبلاسيه في الجوق يعني. وملي مات هو خديت انا الديريكسيون ديال الجوق، وبقيت الى 1999 2000 جاتني واحد العقد في اسبانيا، ومشيت كنشتغل في اسبانيا في غرناطه في الموسيقى. طبعا في الموسيقى. غرناطه وتطوان يعني بصح، اذا شتي غرناطه وشتي تطوان في الشوارع القديمه وفي الاحياء القديمه وغرناطه كيقول لك عقلك بحال اللي انت كاين في تطوان، او اللي كنتي في تطوان يقول لك عقلك انت كاين في غرناطه. انا بحكم كنسكن في غرناطه هذه 11 سنه، وعجبتني غرناطه دائما كتعجبني لان كتشتبه من تطوان بزاف، وملي عشت فيها زادت عجبتني لان مدينه صغيره وفيها بزاف ديال ستوديانتيس يعني الطلبه، وانا متزوج وعندي جوج ديال الاولاد خلقوا لي في غرناطه، وفرحان الحقيقه بصح يعني ملي كنكون في غرناطه كنكون مرتاح، وملي كنجي لتطوان طبعا مرتاح وقريب بين الضفتين، عندي نص ساعه ديال البحر وجوج ديال الساعات كنكون في الدار ديالي. حبك القمر بكماله بكماله بكماله، تكفي النجوم دماله. حبك القمر بكماله بكماله بكماله، تكفي النجوم دماله. واليوم جو قالوا لي خبروا حبيبي غاب ومشى عليا،
غالية وما صيت ما نعطي له هدية هاي روحي اللي زيدانية حبك القمر بكماله يكفي النجوم دماله القضيه ديال الكمان وحنايا كنستعملوها على الركبه. حنايا في الموسيقى الاندلسيه طبعا عندنا حنايا انسترومنتو الاله يعني الرباب. يعني الرباب كيتعزف من قديم الزمن وكيتعزف على الركبه. اذا كان كاين واحد الانسترومنت اخر اللي هو كيشبه الكمانجه كانوا كيعزفوها في الوقت ديال الاندلس على الركبه، ولكن حكم ملي خرجت الكمان مودرن وكتعطي بزاف ديال الاصوات اللي هي زوينه، وهذيك حكم ملي خرجت الكمان استغنوا بعد على لا ماشي على الرباب، على ديك الاله اللي كانت وبداو كيستعملوا الكمان. اذا حنا منا دابا رجعت الكمان مهمه بالنسبه لنا. وما كذبش عليك بعض المرات كنكونوا في اوروبا خدامين في كونسيرت ولا شي حاجه، الناس كيعجبهم ان العزف ديالنا لان الطريقه ديال التحكم في الكمان على الركبه احسن من طريقه التحكم على وحنايا لان الموسيقى الاندلسيه الهدف ديالها كنغنيو وكنعزفوا. اذا عزفنا هيدا ما تقدرش تغني مزيان. هنايا كتكون انت مرتاح كتعزف وفي نفس الوقت كتغني بطريقه واحده. بك القمر بكماله لك النجوم دماله بك القمر بكماله لك النجوم دماله مكناس مدينة عريقة كاين فيها تاريخ وآثاره، كاين فيها باب منصور والدالية والزيتون، وفيها صحابي وحبابي أشكاين من أول مجموعات الراب في المغرب، وهما اللي غادي يستقبلونا في العاصمة الإسماعيلية. زيد عليها مكناس مدينة صغيرة، مدينة نقدروا نقولوا ميمشا كانت اون كابيتال اسماعيلية وكلشي شحال هادي، مي دابا بلوزمون فقدات شوية داكشي ديالها. فقدنا حنا ديور الشباب وداكشي اباغ الشطرنج مثلا ولا كاين شي حوايج اخرين. يعني حنا لو راب والموسيقى سيتي بوغ نو لو سول موين ديفازمون فين تنضحكوا فين تنقولوا شنو باغيين نقولوا. دونك فوالا سيتي وما كناش في كازون، دونك عندنا واحد العلاقه مع التقاليد والتراديسيون وداكشي. عطينا شكان نديرو مشاكل ومصاوب تسليم. اش كاين كاين اللي بايع الماتش ديال فوسطا. اش كاين في تعيش ستونس كوزا كوما كازا. اش كاين رد النور يا مكان رفعو دي جي فازي لستوني لي بلاتي الميكرو تي حاجي اش بيدك بور لي زانتي. وقت بارز
دونك سي تما فين كانت لا بروميير رونكونتر مع الموسيقى لي دومين ديال لي بوب اون جينيرال لي 4 إيليمون ديالو ولا 5 ولا كلشي بريك ام سي المهم كلشي بتيت ابتي شنو نقول لك حنا اونيتي دي بوت دونفونس كنا اونصومبل قبل الموسيقى مراهقه جداتنا كاملين لقيتها وحده قبل الموسيقى والموسيقى ça nous a plus renforcé qu'autre chose وين l'idée de constituer un groupe ولا نديرو شي حاجه بالموسيقى ça remonte vraiment à longtemps ça remonte à 96 ولا 97 بحال هكا الون ديجا بدات الزنيقه وكذا وبديت تهيب طوموبيل صافي اللي عنده شي حاجه تيقولها شاركنا به. المهم الالبوم كان جا شويه قاصح بالنسبه لذاك الوقت قاصح شويه المواضيع اللي تنهضروا فيها بالنسبه للمغرب ما عمرو شاف كان مثلا بحال هادشي اللي تقدر تسمعي دابا عند لي رابور اللي تيقولوا راسهم يبوز وتيقولوا شي حوايج دابا حاليا فوق محمود السادس حنا كنا تنقولوا داك هادشي هذا فوق الحسن الثاني الله يرحمه فهمتي دونك سيتي ديفيرون يعني كنا داك الساعه كانت جرأه بصح ما دابا هادي ماشي جرأه اللي تنشوفوا ماشي جرأه داك الساعه كانت واحد الجرأه حيت لو نون بعد جا واحد لا شونسون في هاد لي ماكيت اللي كنا تنجبدوا كانت لي بارول ديال عادل كانت تيقول اش كاين نقولوا اش كاين مساكين جبد مساكين وكانوا تيقلبوا على انو خالد وحاتم صا بيان سوني داك اش كاين عجبتني اتفقنا على اش كاين ان جو دو اش كاين اش كاين Ça bien marché parce que c'est un mot كنت براس وقيله تقول لي مع شحال مره في الناس نكون كونت اش كاين دار مراه هي ليدي تنزيد طلع اش كاين عندك يا ودير لازم تقاش مأزم وزيد حزام ودير لازم وحباس يا هاد الدنيا هنا اش هاد الحاله واش هاد الرساله حالتك معايا حاله في الوقت خباله بالبلا هو لا 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 قلت لك شرفوا هرفوا ناوي يخرفوا زرفوا ضربوا عبارك عن باش الوالد قلنا بلاش الدخل الغاش وكلشي كاين بحال مكاشي وشي عندك كلاسي كيفاش علاش وكساش العيشه ما تحلاش اليوم اخر وحده لو بوين كومون اللي تلقاي بلوز او موان سي هذا انا قلت لك هاد لا باسيون ولي بروبليم تقريبا بحال في الدول العربيه ديال الشوماج ديال الرشوه ديال لا ليبرتي ديكسبرسيون ديال كذا تروتروف هادشي يقول لو ديرني مورسو سور لالبوم باش يريبريزونتي عاوتاني واحد لا رياليتي واحد الالبوم هكاك داير الالبوم هذاك هو اللي تيريبريزونتي الاتونسيون اللي في الالبوم تو تعطيو فيه التفاؤل فهمتي يعني بنادم تخدم دير شي حاجه ما تشفاكش فهمتي الا بغينا هاد البنات تزيد لقدام راه ما ساهلاش يعني بنادم ماشي ما ساهلاش ولكن الا درنا اليد في اليد وخدمنا وهذا راه نقدروا نزيدوا لقدام يعني ماشي شي حاجه مستحيله فهمتي الا غير واحد الكلمه راه تلخص لنا حنا هادشي هذا يعني البلاد زعما ملي تنقول بحال حتى البلاد تزيد حتى البلاد تزيد تقاد يعني راه ماشي زعما ماشي راه عوجه فهمتي دابا باش فهمتي ماشي دابا تزيد حنا راه باغيين شي حاجه احسن حنا راه الحمد لله اللي راه تيبان لنا حنا فهمتي مازال واحد شويه مازال ملي راه خص واحد شويه غنوليو مزيان اذا انت واعي بحق فين كاين نوض دابز عليه وخذ بيديك كاع الا ما عطاوش كاين دير الخدام انت نوض دير الحق هذا هو ربنا زعم طيف وصفار وزاح عارفين راه مسوق مرفوض بوريا يا شو بغيت تكسر بعيدين شوف يا اموت تحرك ديري بين بلا باغي نقول راه اللي كاين هو مخوت شوف ماري اصبر وسلاح لا تيأس يا مراه كهدور زال يجي الخير اللي زعم لازم غادي يوصل راه كيفاش اصبر وسلاح لا تيأس يا مراه كهدور زال يجي الخير اللي زعم لازم غادي يوصل راك ماشي بوحدك الناس كلها مأزمة مع الوقت واخا وكرا الطاقم حازمة الناوية عازمة تبني وتغير واخا القلب هازمة عزاك شفل هذاك اللي لا شالح بل وسام اللي تقال في بلا دغيا بل جالس في الكاع صفر لي كام باقي ولا غير لا خلياتي كوب الهم يقول شكون ساقي
احنا وصلنا للرباط العاصمة. بغيت نديكم دابا تشوفوا فن وموسيقى تاغناويت مع واحد من أكبر معلمين قناوة حاليا، المعلم حميد القصري. تاغناويت لا ما عرفتش على ما قالوا الله اعلم. كان في عهد منصور الذهبي السلطان مولاي اسماعيل كانوا كيجيبوا العبيد من افريقيا، وهذوك العبيد كانوا كيجيبوا جيوش، وهما كانوا كل جروب جايبينهم من قبيله، قبيله فلان، قبيله حسام، قبيله هنا. اذا هذوك كان عندهم واحد الغنى تاعهم كيسميهم التاغناويت ديالهم، كانت كتغنى كلها بلغه سودانيه. حاليا حنا دابا هنايا في المغرب اللي كانوا تفرقوا، اللي سالات الوقيته ديال العبيد هذه كانوا تفرقوا بالمغرب، مشاو لطنجة، مشاو للصويرة، مشاو لمراكش، مشاو للرباط، مشاو لفاس، مشاو لمكناس، بقاو في مكناس. من بعد التاغناويت ولاو ولادهم بقى فيهم ديك الهيت اللي كيديروا هما، شنو كيغنيو بومبراويين اللي كنديروا حنا مثلا الفانغور فانغوري مراموسيي بوليدا، هادو كانوا كيلعبوا عليهم وكيديروا عليهم واحد الحفل كيعاودوا على المقاصد ديالهم بهذه اللغه. حنا ما كناش كنعرفوا هذا الشيء، مقاصد ديال العبيد، مقاصد العبيد. من بعد هاد الناس هادو ما داروش واحد الكتاب اللي يخليوه هذا الوقت اللي غادي يعرفوا مثلا فانغوري شنو غتقول، مراموسيي شنو غيقول. هادو كانوا والو ما كاينش، كانوا كيعاودوا على المقاصد ديالهم. ملي كنت صغرت في المغرب تعلموا الاجيال اللي قبل مني راه ماتوا، كاين ناس قناوه اللي ماتوا، هادشي عنده تاريخ. التعلم اللي تعلموا ولاو كيطوروا التاغناويت، ولا فيها الملوك، ولا فيها يجبدوا الصالحين ديالنا حنا. دخلت داكشي مع الاسلام ديالنا، مع الاسلام ولات التاغناويت منصوره بزاف ديال الاشياء اللي تعطات فيها. مثلا ما كانوش هما يغنيو مولاي ابراهيم ولا سيدي حمو ولا نقول لك لا اله الا الله ولا هادشي هذا، ما كانوا يعاودوا على المقاصد ديالهم بالطريقه قناويه بولاد بامبرا. هادشي اللي كان. من بعد حنا شكرنا عاوتاني اخرين هما حنا الولاد مشاو الله يرحمهم وزيد عليهم، شحال تعلموا الناس. وكانت تاغناويت قديمه كانت ما فيهاش الزواق، ما فيهاش بزاف ديال الاشياء اللي طفنا ليها. من بعد تبان هذيك الطقوس ديال الليالي، الشتبه والطبيعيه والالوان، كانت كتجذب تما. وكان راجلها من هاد الناس هادو ولد ديك العبيد اللي كانوا جايبها جدودو هما ديك الاصل. كانوا تقريبا نقول لك واحد 50 قناوي ساكنه في زنقه، كلهم كحل. وانا تربينا في زنقه وحده، كنت انا ساكن في زنقه سيدي ميمون، ومن سيدي ميمون لزاويه قناوه ما كاينش مسافه بزاف. كنمشي مع جدان تما نحضر الليالي وداك الشيء. تولعت بديك الموسيقى القناويه، كان الوالد ما يبغيش يخليني نمشي مع القناوه، كان ناكل العصا القرايه، بزاف ديال المشاكل دازوا على هذا الراس. من بعد شاف خالي خو الوالده، شاف المشكله كبرت مع الوالد جرني معاه. كان خدام هنا في مدينه الساله في الرباط في مسلا. قال لي فهمت دير؟ قال لها معايا تخدم في التدريس ومرضنا ما عنده باس. جيت لنا معاه. خرجت واحد النهار في السوق الكبير في مدينه الساله، لقيت واحد 3 قناوه غاديين لابسين خشبهم هازين طبل وجوج طراحات. انا كنت مشيت نتسخر من خالي، الراجل شفت قناوه تبعتهم. خالي النهار كله هو يقلب عليا في مشاهده، تخلع قال ربما تلف، ربما ما يعرفش الدنيا هنا، وانا تابع غير قناوه. تعيط ليا واحد فيهم سامك الله يرحمه، قال لي اجي انت تابعنا منين انت؟ انا ولد القصر الكبير وراجل شدا معلم وهادي تبرهيج ديك الشيء السناطح كما يقولوا حنا في الشباب. قال لي واش كتعرف تقرقر؟ قلت له عرف تقرقر، وهذيك الساعه الدري الصغير ما كاينش تاخذ هادي يدخل من القناوه وهادي. وبهذا الشيء هذا هما يعجبهم الحال، الدري الصغير يكون يلعب ويتفرج وهادي، عندهم شويه الفضل كيف يقولوا. حصل قال لي غدا اجي عندنا في الصباح.
مشيت انا عند حبيبي كليت شويه العصا، قال لي وانا هربت من القصر الكبير باش نسالي مع الشي، قلت له شوف انا هادشي هذا زعما بديت الغبو وهادي، قال لي ما كاين مشكل. كنمشي كنقيل معاهم كنخدم معاهم كذا، ولاو كيدوروا معايا، كنشوف انا خدام ب 10 ريال في ديك الساعات في التدرس وكنشبر 50 60 ريال. حبيبي رشقت له قال الفلوس هادو مزيان. شي 14 عام هذاك كيتقدا وانا نهبط من الشمال. من الشمال كاينه تطوان، كانت نقول لك بحال المدرسه ديال هنا. كان واحد سيدي عبد الله الوزاني كان عنده تقريبا واحد 40 بناوي اللي هي في الدار، كتجي كل نهار دير تمرين. كنا طلعنا انا وشي 3 الاخوان من الشمال، تا هما دابا راه معلميه. مشينا تعلمنا مزيان اللعب، الحقو طريقو، الموازن، الحسابات ديال الكمبري، الحسابات ديال الرحضه، بنادم كيحفظ. هبط من طنجه جلست مع المعلم عبد الواحد ستيتو، خديت منه لاباس ديال الخدمه ديال البلاد ديال طنجه، كلها دخلت عند دماغي. من بعد هبطت من طنجه طلعت ندير واحد الجوله. انا كنت هبط القصر الكبير، رصيت واحد شويه تقريبا واحد العامين تما، وليت كنخدم معلم تما في مدينه العريش. درت القصه ديال تاع معلميت، داروا لي اللي الخدم اللي كنخدم اليوم القصه تبع عندنا المعلم في الشمال. الا ما دارش القصه ديال تاع معلميت خصك دير القصه تاع معلميت، والليله وتعيط على المعلمين ويحضروا معاك وتنوض تخدم قدامهم، ولا هما وافقوا لك باش تكون معلوم. هذه حاجه هادشي عندنا في الشمال هنايا، ما تشبرش في المبري. شكرا لكل مره فاش نتلاقاو تخليني نلعب معاك. الله يا انت راك قناويه ماشي والله. ايوا شكرا، كل شيء مزيان. صحة كويو. صحة كويو. مراكش مدينتي، فيها كبرت وفيها دارنا اللي بغيت نديكم ليها. شوفوا الوالد والوالدة وتذوقوا واحد الأكلة مراكشية تنسميوها طنجية، واللي تيحضروها الرجال حصريا. وانتي الهيلة لا هذا طلبي وانتي
سيدي ما يهتف غير اللي خيمته كبيرة وبناتها عجات كيما والزين تاتو حليمة قولو قولو راح الليلة يا ويلة واي واي هدا واي واي خسرتها لك سي بون نو خسرتها لك نو سوا مازال تنتساراو بين خلف مراكش وغادي نمشيو دابا نشوفوا واحد الفنانة روحانية عندها بزاف ما تقول ليكم وليا، حيت انا تنبقى فنانة عصامية وكريمة السقلي عندها تجربة كبيرة اللي ما يمكن غير تفيدنا. الروح بحبكم تفوح كالأزهار الموسيقى من او سورتو لو شون، يعني الغناء هو اللي تيختار هذاك الجسد اللي غادي يسكن فيه. يمكننا تنكون تنغني بلا ما نعرف الكلمه، بلا ما نعرف واش نغني ولا ما تنغني، تندندن. بالخصوص تكون واحد الحشمه، واحد يعني سي تيميديتي اللي تكون عايشه معنا في الصغر وكذا. دونك بهذاك الشيء اللي تنسمعوا من الصباح حتى الليل، التربيه ديال العائله. واش نقول لك، يعني غنيت صغيره بزاف، غنيت بعيده، غنيت غير مع نفسي، فهمتيني؟ دونك حتى لواحد 9 سنوات عاد في العائله مع عرفتي الواحد اجي نسجلوا، اجي انت تغني، اجي كذا، الاخوان كلهم. ومن ثم الوالد والوالده والاخوان تيالي عندها ما تقول، ولو غنيت بلا كلمات، يعني تنغني غدا القاك وانا ما تنعرفش شنو هي غدا القاك، تسحبني كلمه وحده. حتى كبرت شويه عاد فهمت ان سي ان رونديفو، يعني موعد للغد. كان موعد الغد ديالك الغد هذا، ولا كان غد، يعني كان غد ماشي مباشر. يعني دائما الوالد يعني كيفاش نتعلم الكلمه، الشعر ومحبه الشعر، لا يكون يعني في الطرب الاندلسي او في الغناء العربي ككل. بالخصوص هنا تنجبد المدرسه المغربيه العربيه ديال سي احمد البيضاوي. مي الوالد ما كانش باغي، نعم كان عارض هذه الفكرة، تيقول لي غني في الدار تعلمي، ولكن يعني بحكم العائلة المحافظة، بحكم واحد التربية، واحد المجتمع، وبصورة كذلك ديال المرأة اللي ترفع عندنا في ديك الساعات، يعني كانت فكرة أخرى. دونك حتى واحد السنين عاد جا القرار، والقرار تيجي من بعد ذاك واحد الانفجار. يعني نقول لهم انا كنت في المغرب، الا جينا نتكلموا من المغرب شنو نقول لك، واحد لا ديفيرسيتي عظيمه كثير، واحد التنوع ثقافات هائل، الالوان. هنايا نذكروا الموسيقى ولا نذكروا الطبخ ولا نذكروا اللباس ولا نذكروا، كاين واحد التنوع جميل جميل جميل. يعني ما غادي نقدرش نتكلم عليه بواحد الوقت، انا غير المهم تنوع كثير بين الشمال والجنوب والجبال ايضا. يعني جبال الاطلس، الجبال الاطلس المتوسط والاطلس الكبير والاطلس الصغير، واحد جبال الريف، وعاد البحر الابيض المتوسط، وحد المحيط الاطلسي. اللهم لك الحمد، التنوع كله سيعطينا اول شيء هو الانفتاح.
المطربة الموسيقية الفنانة اللي تتأدي الشعر تيخصها تكون عندها ثقافة عالية، وتيخصها تكون عندها قوة ما تتبانش، لا من الجمال الداخلي طبعا الخارجي، لا من الليغانس يعني من جمال شكلها والأناقة كذلك. هذا يعني ما غادي نقول الشاي القانون، ولكن هذو من الصفات الساميات الراقيات للمطربة الفنانة العربية بالخصوص. المرأة العربية المغربية دائما تجتهد ودائما تبرر. تصوري يعني الجوستيفي تبرر، يعني هي احنا انا ربة بيت عندي عندي بيت، عندي اطفال، عندي واحد الصفه، عندي موهبه او عندي شغل او عندي الى اخره، تيخصني ديما نبرر نفسي ونشتغل اكثر. هذه من الصفات، باسكو كاين الاحساس بالذنب، لا كولبابيليتي، بما انت تخرجي من البيت ديالك، كاين بانك عندك واحد الحريه وخصك تعرفي كيفاش تشتغلي فيها الحريه. كلشي تيبان انا تنظن، وهذا الصدق والوفاء والاخلاص مع الاحترام ومع احترام الحريه. اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع، ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري الصورة يمكن تكون في الخيال، هي ماشي حقيقية، وباش نوصلوا خصنا نديروا واحد الجهد. يعني احنا في المغرب دائما تنديروا الجهد لفهم الآخر، لفهم اللغة الشرقية، لفهم اللغة الأوروبية، لفهم الأمريكية إلى آخره، دائما احنا تنديروا الجهد. دونك ولا شوية يديروا شوية الجهد باش يفهموا الصورة الحقيقية للمرأة العربية ككل. أنا مغربية، ثقافتي أحملها على كتفي، ومسؤولة عليها، وهي افتخار، ولكن أنا مسؤولة عليها ردا على البال. لازم تلبس القفطان، هادشي عادي، عندنا هاد ليغانس اللي سيدي ربي عطاها لنا، علاش غادي نمشيو نشوفوا الغاية لان عندنا القفطان المغربي جميل. تنأدي بعض الاغاني الاندلسيه اكابيلا، وهنا تتشوفي الجمهور الاتي، الجاليه العربيه والامريكان والعده جنسيات والفرقه كذلك. يعني تنبقى تنأدي واحد المقام، واحد النوبه، واحد الصنعه مغربيه تقليديه، تبدا تشوفي الضحكات، واحد الشكل حلو، يعني حلو بمعنى الكلمه. هذا هو اللي تنتمناه. اذا هنايا كاين الصدى تيجينا، انا تنتمنى يعاود ثاني يرجع الصدى ديالنا يعني لكل العالم. حنا تنحاولوا بالامكانيات، يعني الامكانيات المحبه. هذا هو اللي اللي عندي، هو المحبه، هي اللي تنحاول نوصل بها الثقافه المغربيه، وباش يمكن لينا نأدي لهم العمل ديالهم كذلك. كل شيء تيجي بالمحبه، طبعا المعرفه تجي، ولكن الاساس الكبير هو المحبه. الله يعلم أن الروح قد فانيت شوقا إليك، ولكني أمنيها، ونظرة فيك يا سؤلي ويا أملي، أشهى إلي من الدنيا وما فيها. جاد علي برضه لا حبيب اللي حبيته، زرني ونعم لي بلوصل حين أشرق نور بها، حين أشرق نور بها، حين أشرق نور بها. كل شي بالقهر نسيته، يهلي إذا هو قوة وصل، وما بي غير هو، وما بي غير هو.
بين سوار مدينة مراكش الحمراء كاين الفن وكاين الصنعة التقليدية وكاين صوت الهواريات وإيقاعاتهم المتميزة. غادي ندخلوا دابا في قلب المدينة القديمة عند خديجة الورزازية اللي بغيتها تكلم لنا على موسيقى تهواريت. أنا ملي كنت صغيرة كنت نقرا وكنت ديما كان هو الفن. الهواية ديالتي هي الموسيقى. كان في الأول تقناويت عزيزة عليا تقناويت، من بعد وليت تنتلاح لهاد الشيء ديال الهواري لقاش الوالد ديالي والأخ ديالي فنان والوالدة الله يرحمها حتى هي كانت في هاد الشيء، وبقيت متبعة وخرجت من المدرسة تزوجت صغيرة. دابا تقريبا 20 سنة وانا في هذا الميدان. كنحس بواحد الفرح كبير لان اول خطرة كنطلع للصين، يعني الجمهور راه غفير كثير ديال التصويره، صعيب باش الانسان يوقف ويتجاوب مع الجمهور، ولكن اول خطرة طلعت يعني كان عندي اقبال بزاف ودوزت سهرة بخير وكل شيء. الناس شجعوني وبقيت مستمرة، يعني ما باقيش ما تيكونش عندي الخوف الا طلعت للخشبة. كيفاش تحسي حنايا تقريبا معروف علينا في بلادات الاخرين في اوروبا ولا داك الشيء تيقولوا زعما عندهم واحد الصوره على المراه في العالم العربي اولا في المغرب، وداك الشيء اللي هي في شكل اللي هي ماشي كيف حنايا. حنا بحالي كي بحالك فنانات وعيالات وتنشطوا ونطلعوا في لاسين ونشطحوا داك الشيء وما عندهم واحد الفكره في شكل. واش تحسي براسك مثلا فاش تمشي لمهرجانات هكا في الخارج تحسي براسك تتبيني لهم واحد الواقع اللي ماشي داك الشيء اللي في بالهم؟ ايه ملي تنخرج على برا اولا بعدا تنبين لهم الدوله المغربيه ديالتنا بانهم راه العيالات راه ممكن يديروا شي حاجه اكثر من هذا الشيء اللي حنا مقدمينه، يعني ما كاينش ما يرجعش بنادم اللور. مثلا الاصل ديال هذه الموسيقى تاع الهواري جات من تارودانت. هكا من تارودانت الهواري الاصل ديالو تارودانت ومفرق من نواحي، يعني تارودانت الهواري ديالهم كيديروه شكل، حنا مراكش كنديروه شكل، وكاينين الهواره رجال كيخدموه شكل لان هواره بوحدهم والهواريات بوحدهم. الهواريات دابا معروفين دروكا في المدينه مراكش ولا يعني كاينين عائلات اللي بحال دابا كيكون عندهم عرس قايمين عرس، ولكن هذيك الدار ما كيبغيوش الرجال يدخلوا يخدموا فيها، كيبغيو العيالات، يعني العيالات تسموا الهواريات، يعني بزاف عندهم اقبال باش يخدموا في الديور الكبار تيخدموا فيهم. تيقول لك هما الرجال ما يدخلوش عندهم، النساء ديالهم كاين اللي محتاجين كاين، لانه الهواريات كيغنيو الغناء زعما في حد ذاته ما فيه شي حاجه اللي يمكن يسمعها بنادم ويقول لك راه عيب ولا، يعني الكلام محترم. كنتمنى انا هاد الموسيقى الهواري تزيد لقدام ويبحثوا فيها الناس وتقدم، لانه هذا هو الفن الوحيد اللي ما مقدمش في وسط الفنون كلها هي، يعني الهواري ما باينش. وكنتمنى انا الناس اللي مسؤولين فنانه يبحثوا على هذا الهواري، لان كاينين الناس ما غاديش نقول انا جيب لهم قلت انا ولا وحده اخرى، كاينين النساء وكاينين الناس اللي كيديروا هذا الهواري في المدينه عندنا بخصوص مدينه مراكش.
فيه على الفنانه، ولكن خص اللي قمت بيديهم ويزيدهم لقدام. انا ما نكذبش عليك، حاجه وحده اللي انا كضرني، لانه انا خارج الوطن يعني كاين اقبال كبير فهاد الفن هذا وهاد الموسيقى، كيحترموها كيقدروها كيبغيوها. ولكن هنا ما نكذبش عليك، هنا حاجه وحده في حالة الافراح المناسبات فقط. بارك الله بارك الله فيك. ايوا بعدا مراكش راه ديما تيحمر الوجه. ايوا هادشي اللي كاين، والصراحه الله مراكش ما كاين بحالو. بارك الله فيك. بارك الله عليك. الله يخليك. نقدروا نطلعوا نديروا شي دويره، كاين واحد السويلين تما الفوق نجلسوا فيه نجيبوا شي سوينيه ولا شي حاجه. ما كاينش مشكل، اللي حب لك خاطر. ميرسي. يلا أنا مراكشية، ومراكش تتبقى ديما ساكنة في قلبي. كيف قال الشاعر الموحدي في القرن 12: أحن إلى الحمراء في كل ساعة حنين مشوق للعناق وللدم، وما ذاك إلا لأني رضيعها، ولا بد من شوق الرضيع إلى الأم. أنا بنت مراكش وبنت الجنوب قبل كل شيء، ولكن قررت نستقر بالدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية والثقافية ديال المغرب. كازا مدينة كبيرة وفيها مغاربة من جميع أنحاء المملكة، وأنا كفنانة تنلقى فيها الراحة وحرية الإبداع والتعبير. مدينتي الحمراء ليس نحلم باش نبرا نسيت
can see people laughing all around, but the only thing I just want to find is your smiling so cold. Now I'm standing on my feet in the heat tonight, looking up high in the sky, red light to feel you falling like a gentle rain on me. Only your wisdom makes me feel secure. Only your words know the way to my door. You are my one and only, my wings and my roots, and the truth is that I can't stop myself from calling. I can't stop my eyes from crying. I can't get my mind out of this game. I can't help falling in love. I can't heal my heart from the flame. I can't wait to have you back again. All this time I've been running around, memories getting lost and found, trying to find a way between ups and downs. Missing you is the strangest thing that I have never felt, and I miss your eyes, your smile, your voice, your arms, I miss your hands, your mouth, your skin, your touch, I miss your soul, your body, your words, your smell, I'm missing everything you used to do. Say, I'm calling, I'm crying, my mind out of this game. I can't tell, I'm falling in love. I can't hear my heart. I can't wait to have you back again. الحاج محمد الدرهم من مؤسسي جيل جلالة، وعمر السيد من مؤسسي ناس الغيوان. هاد المجموعات تكونات في السبعينيات، وهي بحال أسطورة حية بالنسبة لنا والتاريخ الثقافي في بلادنا. واللقاء ديالي معاهم تعني الكثير، حيث نعتبرهم بحال آباء الفن والموسيقى، وغادي يبقاو دائما رمز ومثال. الظروف اللي عشناها في نهاية الستينات، في أواسط الستينات سيرتو، داكشي من البداية ديال الستينات حتى أواسط الستينات أواخر الستينات، كانت ظروف بطبيعة الحال كتعرف واحد النزوع وواحد الحب والطموح والحرية والتحرر، لا بالنسبة للأشخاص ولا بالنسبة للأمم ولا بالنسبة، وكان بطبيعة الحال الشباب يطمح لهذه الأشياء. كنعرفوا بأن الفنون بطبيعة الحال هي اللي كتتجلى خلالها هذه الأشياء، وهي اللي كتعبر على هذا الشيء. من ضمن هذه الفنون اللي كان عنده كان هو الرافد الأساسي ديال هذه العملية هو المسرح. حنا كنا كنعمروا مسرح الهوات، كنعمروا مسرح الهوات على صعيد فرق الهوات، ولكن الهوات اللي كانوا كيتنافسوا سنويا على الجائزة الأولى في المغرب. كانوا جوج ديال الفرق في مراكش. وقع واحد النوع من التركيز على بطبيعة الحال. حنا ديك الساعة يلاه قرب من الاستقلال، يلاه البلاد قربت الاستقلال ديالها، ما يخفاكش بطبيعة الحال السنين ديال الحماية والى اخره والاستعمار اللي كان في الوطن العربي والاسلامي بصفة عامة. كتمس واحد العدد ديال المعالم، واحد العدد ديال المقومات ديال الشخصية العربية والاسلامية والامازيغية الى اخره بالنسبة لنا حنا في المغرب. فوقع واحد النوع من التوجه اللي كان تيصب حول البحث على مقومات الشخصية المغربية في ماضيها وتاريخها وحضارتها وأسلوبها وتعبيرها وكيفاش كتفكر، كيفاش ثقافتها بصفة عامة. تنقولوا الفنان هو شاهد على وقته، شاهد على وقته، وبطبيعة الحال تيكون كذلك هو يمثل الآخرين، وإذا يمثل المجتمع ديالو كيعكس المشاكل والصور والجمال وكل ما هو ينتمي للبلاد ديالو، كيخصو يكون على قد القول على قد الفعل. استدلالية ماشي موجه،
كنت غير وانا نجي لك تقول سيت موفمون. بوكوا موفمون؟ الموفمون اش تيجي؟ الموفمون تيجي من بعد واحد الركود، حركه كيكون السكون وتتبقى واحد الموفمون. كان عندنا واحد التراث كبير جدا. حنا اش درنا في هذه طيله هذه العقود ولا 3 عقود اللي اشتغلنا وباقي كيشتغلوا بحال عرينا على هذاك التراث. دارت بينا الدوره تنسمعها ديما ولكن غير بلسان با ولا خالي ولا عمي. يمكن في شي وقيته نتخباو في شي بلايصه ونسمعها من الصوت ديال السي محمد الدرهم شخصيا. علاش لا؟ انا نيت على مالها فين ما بغيتي. قصيره غير دارت بينا الدوره والنفس اللي تسال مقهوره، دمعة الهاطلة مغيورة وقول له راح الليلة يا وينه وفينك يا الناشر زرعوا فوق سطاح الغير ما زال دور الدورة ود القمرة متمورة والساق يا ترويد شورى وما زال يعم الخير. السلام عليكم يا بنت الإسلام، سلموا السلام سلموا السلام، رب السلم لهذا العالم، رب السلم لهذا العالم، رب السلم لهذا العالم. السلام عليكم الدار البيضاء اش نقول لك؟ الدار البيضاء بحال قلتي غول. شتي الدار البيضاء كبيره غول. انا كنقولها دائما بحال شي غول، ولكن هذاك الغول راه حنا اللي درناه. انا سكنت في الدار البيضاء دابا نقول واحد 63 سنه وانا في كازا. واحد العدد الاصدقاء كيقول لك خصنا نبدلوا ساعه اخرى، نمشيو هنا نمشيو لمراكش نبدلوا الجو مزيان، نمشيو لاكادير، نمشيو لهنا، نمشيو غير حدك كتخرج على كازا واحد السيمانه وكتولي تقلب غير امتى ترجع. كازا يعني عندها رجالها وعندها الناس ديالها وعندها الحاجه اللي كتردك. كاين ازدحام في الطرقات، كاين كذا، ولكن داكشي كله كاين لو ستريس، كاين غير كتخرج على كذا تسكن حتى ترجع. قولي باش نعيط لك اللي بغيتي. انا سميتي ام الغيط. ام الغيط صافي. بغيتي تقول لي حيت انا الفنانه، بغيتي تعتبر راسك جالسه معاني بحال بنتك، بحال كي الوالد تعيط عليها ام الغيط، عيط عليها ام الغيط. ام الغيط صلاح عندك في الملحون هذه. لا ام الغيط كانت جده اللي سميتها هكا. صحراويه ما كاينش لا. حيت كانوا فاش تنزل شي بنيه في الصحراء شي نهار اللي فيه الشتا تيقولوا زعما هي اللي جابت هذيك الشتا، دونك تيسميوها ام الغيط. عجيب، اسم زوين. ما كانش تيعجبني، كنت كاعيه مزيان. لا الصغر ديالي كامل عاد دابا تصالحت معاه. لا اسم جميل جدا. في السبعينات كانت الدار البيضاء تعني شكل خر. كان شكل خر، وبالاخص في الاحياء الشعبيه بحال الحي المحمدي ضرب مولاي الشريف، بحال درب السلطان، ضرب غلاف، بنمسيك، سيدي عثمان، المدينه القديمه، الحي الحسني من بعد، فهمتي، سيد الخدير، واحد العادات، دوار السي احمد، سوسيكا. يعني انا بالنسبه لي باش نهضر لك مزيان يمكن شي واحد اخر يهضرك على حوايج اخرين، نهضر لك انا على الحي المحمدي مثلا ضرب مولاي الشريف، حيت هو اللي تزت تما وكبرت تما.
بالنسبه لدار مولاي شريف الحي المحمدي سميو كريان سونترال. علاش؟ حيت هو ذاك الحي صناعي كانوا فيه معامل. اشنو طرا؟ هاجروا ليه والدينا، حنا والدينا ماشي الاصل ديالهم الحي. كاين بحال الوالد ديالي جا واحد 70 عام ولا 73 عام باش جا الحي. بات الاب ديال العربي الله يرحمه، الوالد ديالي بات بوجميع الله يرحمه، بات علال، هادو كلهم جاو. بالنسبه لي انا الوالد جا من سوس، بالنسبه لعلال باتو جا من سوس، بالنسبه لبوجميع بواه جا من سوس ومو من طاطا. صحراوي. صحراوي صراحه. كاين داك عريم في كلابو في اسمو ديالو. العربي جا من الشاويه، والعربي الله يرحمه اللي عجيب فيه هو كيهضر بالجنوب، هو من الشاويه، هو فيه الجنوب، هو ماشي في الجنوب. لان شحال واحد كيكون عايش في الجنوب وما فيهش الجنوب. العربي ظاهره اخرى، بوجميع ظاهره اخرى. كان فوالدينا ملي جاو اللي عجيب بحال قلتي الحي المحمدي كارير سونترال، بحال قلتي المغرب مصغر، ولكن ملي كيجيو على الخدمه. واللي غريب فيهم هي اللي عجيب هو كل واحد جا مع ثقافته. هادشي حنا لقيناه مازال درناه من بعد في 63 ملي جا الاستقلال 63 درناه فرقه اسمها رواد الخشبه، وبدينا كنديروا مسرحيات فيها مشاهد تمثيليه كيتخللها بعض الاغاني بالبندير. من بعد التحقنا بالمسرح الاحترافي مع الطيب صديقي، فلعبنا مع الطيب. علاش جابنا؟ لان كيف كيقول هو وعنده الحق، كيقول لك ناس الغوال ماشي مغنيين بالمفهوم الكلاسيكي، بالممثلين كيغنيو. عاد ثانيين كانوا كيجيبوا لنا السينما، هذا فروج قد عجيب. فراسك الفروج هذا لا دابا شنو دار؟ اش دار؟ دار الخماسي في الموسيقى، دار الخماسي. يعني الفروج لا، الفروج كيدير الخماسي اللي كاين عندنا حنا في الشلوح، وكاين في السودان، وكاين في اسيا. كيدير 5 نوت، ما كيديرش الفاوسي، ما كيديرش 7 نوت. معناه ان الفروج شلح. يعني صراحه لان الناس كانت كتاخذ الموسيقى من الحيوانات. مارتن سكورسيز المعرفه ديالنا معاه بدات في تقريبا في 81 اللي خرج الفيلم ديال الحال. هذاك الوقت كان اتصل بيا سي نور الدين السايل، قال لي راه واحد المخرج امريكي، قال لي سميتو، قلت له واو تاكسي دريفر كنعرفو. قال لي راه وقيلا بغى يخدم الموسيقى ديالكم وبالاخص اغنيه يا صاح في الفيلم ديالو، راه غادي يسميه لا ديرنيير تونتاسيون دو كريست. قلت له انا صراحه ما تقتش به. نور الدين سالم ما يمكنش، راجل سينمائي وكيعرف اش كيقول هذا. اما قلت لتا واحد، قلت غادي وحنا رواه عيط ليا ميسوني، هذا عيط ليا قال لي راه عندي الكونترا ديال مارتن سكورسيز، راه بغاكم تلاقيت به. عاد عرفت داكشي راه بصح، وفعلا سنيت هذيك الكونترا وفرحت بزاف، لان باش السيد ياخذ الموسيقى ديالو. قال على الناس الغيوان هما بحال لي رولينغ ستونز، قال لهم لي رولينغ ستون دو لافريك. من الحيرة لا تزال وياي البدات مع الهدى روح الباطل فصال دائما كنقولوا
غادي نبقى نعاودها ونقولها. هاد اللي جون اولا راه مغاربه، ثانيا وليداتنا، هذه ديما كنقولها سي نو زونفون. ثانيا اما احسن يغنيو بالطريقه اللي كيحسوا بها جوست، ولا نفرضوا عليهم الطريقه ديال الغناء ديالنا حنا، لان ما عنديش انا ثقافه الاقصاء. نقول لك هاد الناس لا جاو غناو هاد الشيء كيلبسوا في شكال وكيرابيو وكيديروا، خليه عندهم واحد الناس ديالهم، عندهم واحد الشباب، وثانيا كيغنيو مشاكلهم بطريقتهم الخاصه. انا كيبان لي هاد الشباب كله بحال هزوا عنا المشعل، بحال داروا ناس الغيوان بطريقه اخرى. ناس غاديه ودي سالي الدار البيضاء مدينة حديثة نسبيا، ولكن فيها حتى هي أحياء تقليدية. غادي ندخلوا ليها دابا ونتبعوا المعلم عبد النبي القداري فيما يسمى عند قناوة بالعادة. مالي، السودان، السنغال، غانا، وهي السميه ديالها قناوه، قناوه. شتي يقول لك راه قنوي غانا. كاين الهجوج، كاين القراقب، كاين الطبل، وكل حاجه تعطي الاسم ديالها. بحال القرقابه تقول قرب بس تسمى القرقابه. الطبل تسمى طبل بس كل واحد جايب الاسم ديالو. والقنبري كانوا لي زافريكان كانوا ديك الساعه اللي كانوا تيقطعوا في البحر وداك الشيء كانوا دايرين فلايك، من دوك الفلايك تختاروا القنبري. كل حاجه في تقناويت ولاو عندها معنى ديالها. هذيك ملي تنخرجوا للزنقه بحال تنعرضوا على الجنون، ماشي تنعرضوا على الناس، تنعرضوا على هذوك الناس اللي غايبين. هذه تتسمى العراضه. هي العاده، هي العراضه. يعني تتعرضوا عليهم باش يجيو معاكم؟ تنعرضوا عليهم باش ندخلوا ديك الساعه للدار، تيخرجوا بالشماع والحليب والتمر والعيالات خارجين للزنقه وداك الشيء والزغاريط وداك الشيء، تندخلوا للدار
عاد تتبدا الليله عاد تتبدا الليله. كاين اشارات تيكون هذوك بالطبل تتعلموا بالطبل. هذوك الشطيحات وداك الشيء عندهم شي معنى تا هما جايين من شي حاجه. حاجه هذوك الشطيحات هما هذوك اللي كان الانسان كان ديك الساعه تيتسموا لي زيسكلاف العبيد مقيدين بالسناسير وداك الشيء وتيبداو تينقزوا تيطلبوا الحريه ديالهم. كانوا عبيد مبيوحين وداك الشيء تيطلبوا الحريه ديالهم. الله اللي بغيت تدعموا. كاين في الدار البيضاء واحد المحل تيعجبني بزاف من حيث تاريخه وهندسته المعماريه. في هذا المحل كانت شحال هادي مجازر الدار البيضاء الكبرى في اوائل القرن العشرين، ودابا هو عباره على مصنع ثقافي ومكان للتعبير الفني بصفه عامه. غادي نمشيو لتما باش نتلاقاو مع مجموعه موسيقيه بيضاويه اسميتها درقة. مرحبا. درقات الدق شويه تتخلع ما تدخل في حتى حاجه. اش اللي غادي بوكو درقة؟ درقة باسكو درقة ça résiste à tout et كاينه في c'est une plante اللي كاينه partout au Maroc. On a préféré ce nom parce que même l'engagement ديالنا في le texte et tout ça يعني لان ça pique un petit peu les gens qui sont visés. D'accord. Ouais, كاينين دي جروب اللي تنتصنتوا لهم تتصنتوهم كاملين. كاين دي جروب اللي ما تنتصنتوش لهم كيتصنت لهم. Un point commun, genre le reggae, la world music, القناوة وهذا سي. En plus les rythmes البلاد ديالنا راه هما البوان كومون بيناتنا الشعبي الراي كساسوا غرناطي هذا. Et puis كاينه لا ديفيرسيتي عند الدراري في لو جروب. C'est ce qui donne la force culturelle, la musicale في le groupe. C'est l'influence de chacun, mais on essaie كيما قال نبيل de tomber دائما في un point commun et de produire une musique زعما اللي فيها la touche ديال chaque membre du groupe. شي pardon oui. Non, c'est ça. Par exemple, ouais, أنا وهذا ثلاثة حنا مليين بالتحمل الحراشي وسا. لوي سي ستيل بول سي وسا. حسن plus la percussion marocaine, cubaine et tout ça. Lui, c'est complètement l'école jazz. C'est les fous de ça. Et on essaie de se retrouver, فواحد كيما قال أزدين, فواحد le point اللي يكون
اللي يكونوا الموزيك اللي الحاجه اللي كنحسوا بها ديجا كاملين. دون سيت البوم لا حاولنا باش نمشيو من ابارتير دو المغرب on joue tout ce qui est kabyle مشينا شويه ان بو للجزائر on joue un peu غناطي سي سويت شعبي غادي نغنيو لكم من بعد ولا من بعد جو بونس. حنايا بالموسيقى المغربيه الحديثه واخا داكشي تا واحد الشكل تنمثلو هذوك الشباب المغاربه. نتوما حتى نتوما درجه غادي تكونوا نقدروا كاع نتصوروكم نتوما هما لو بورت بارول ديال لا جونيس ماروكان. اش تيبان لك خاصكم تكونوا تتقولوا؟ Nous on n'est pas porte-parole. C'est pour ça que j'ai dit si vous étiez. إذا كنا حنا اش تنقولوا حنا ميم في لي تيكست ديالنا تنهضروا مع راسنا فهمتي. Tu vois par exemple il faut pas accepter des trucs اللي ما كاينينش في القانون اللي ما كاينين حتى شي. Par exemple إذا تمشي للمقاطعة tu veux un papier خصك تعطي 20 درهم ديك 20 درهم ما عطاهاش لأن ما مكتوباش ما كايناش لو دروا. جو با دوني واحد 20 درهم باش هو يعطيني ديك الورقة لأن هذاك الحق ديالي خصني ناخذو. سي تو سامبل. وإلا بغينا الحمد لله مانون الماروك تيتقدم بزاف ديال الحوايج ما كاينين دي بتي ديتاي إلا حنا كشعب بغينا نبدلوهم on va avancer rapidement. On met un petit peu la lumière sur le quotidien ديالنا. البروبليم quotidien c'est مثلا التعليم سي الصحة باش نكونوا ماشي داك نمشيو مع لو ديفلوبمون ديال البلاد ديال في البيلدينغ كاين ديفلوبمون كبير في البني خصو يكون معاه واحد ديفلوبمون كبير في التعليم في ليدوكاسيون بيان سور والصحة. جوج حوايج اول حق في الحياة حق الصحة والحياة يعني وثانيا التعليم باش نقدروا نبدلوا البلاد خص الشعب ديالي يقرا كامل لا ماجوريتي خصنا كما قال كن اون اسي دو باسي ميساج للناس نقراو. Maintenant l'image هذا على حسب الناس لي سيانتيفيك تو سا بان ليماج باس مانون الناس مابقاوش يشدوا كتاب ويقرا سي ميو يشوف التلفازه تدوز ليه ليماج تدوز ليه لو سون اون اسي دو فير لا ميم شوز دو نديروا واحد لو شو اللي غادي بنادم حيت دي فوا كونت اون شونت رابيدمون لي جون ما تيفهموش لي بارول التكست الا كان لي زيماج وهذا il va comprendre mieux de quoi on parle et ça passe très très c'est une harmonie en même temps. On s'est joué qu'au Maroc. Donc il y a des gens en Espagne, en France qui comprennent pas ce qu'on est en train de dire. Donc avec l'image, je crois que ça passe mieux. Donc, les gens ils comprennent au moins le thème de quoi ça parle. Il y a de l'énergie sur scène, les gens ils vont danser et tout, mais ils vont pas comprendre. Et c'est très important de faire passer le message aussi de ce qu'on est en train de dire. Ça sera beaucoup mieux, voilà. Et aussi, comme il a dit, نديروا واحد الثورة culturelle في البلاد. سيتادير ماشي نهضروا على مومون مي نديروا نخدموا ليه بيان سور الناس اللي عندهم لا بوسيبيليتي حنا كنديروا داكشي اللي قدرنا كوم ارتيست سيتادير تنشعلوا الضوء على ان بتي بروبليم وهذا. صغرات طلعت شمس ضحى عليا سباب ادابي هو الغرام يا كل صباح الحمام يسلم عليا ويقول لي ريح راسك فلان. صغرات طلعت شمس ضحى عليا سباب ادابي هو الغرام يا كل صباح الحمام يسلم عليا ويقول لي ريح راسك يا فلان. يا انا مغروم بالموسيقى المغربيه حسي سلام وشقرا يا سلام حميد الزاهر وطاقه المراكشيه لما يسرور وشازي
نهواها هدية في الكارهون طريقة ما ننساها يعذروني يا ناس نصير بلادي نهواها الهدية في الكارهون طريقة ما ننساها طلعت الشمس ضحى عليا السبب عذابي هو الغرام يا كل صباح الحمام يسلم عليا ويقول لي ريح راسك فلان يلا نوضو معك اليوم اخبار. السلام عليكم، سميتي خالد دواش، مون نون دو سين هو دي جي كي. صافي دابا تقريبا 15 عام وانا تندير دي جيين. كنخدم مع بزاف د جروبات وخدمت مع بزاف د جروبات ديال المغرب ديال الراب داكشي. عندي لا بروميير ايكول دو دي جي هنا في المغرب، ودابا انا غادي عند ان ديسكور نقلب على واحد ديسك الله نلقاه باش نخدم عليه. فوالا تابعوني ونشوفوا شنو كاين. دوماج ما لقيتوش، غنمشي نشوف ديسكور اخر. يلا بقاو معايا. السلام عليكم، نخليكم نقلب على واحد الديسك واش نلقى عندك. نشوف. هو هذاك. شكرا. شحال الثمن ديالو؟ 35. نقص لي شي حاجه. يلا 30. شكرا. يلا بارك الله فيك العون. هو دابا الديسك لقيتو بخير، ونمشي نخدم عليه شي شويه ان شاء الله يطلع منه شي حاجه. يلا. هذا المغرب خويا، هذا المغرب باغي نبيع موسيقى ماشي نبيع لساني. قبلتو ليا مرحبا، ما قبلتوش عليا قلبي زبان باغي يبان هاكا ميكروفون بلاك فلو شيب صح وشيب بلان بلاك فلو. اهلا. كوكو سليمة دراك. لا لا سليمة ديال عادي. تمام صافي بخير. خليت واحد كيلكو ديسك قبيله. صافا نجيب الكرسي. ميرسي ميرسي. جلسي تسمعي شي تخربيقه صوتها. المهم يلا بديت داكشي مزال مخربص، خديت ان سامبل وبديت كنزيد عليه بيت. شو كيجي لي بوكل هذا Ils sont tous نفس الموضوع. دابا ندير دي بوكل في لارونجمون. المهم راكي فهمتي شي ستيل ديالك انا عارف. يمكن لي يكون علاش لا. j'aime bien la troisième celle-là. هذيك ما عندكش الدراري اليوم؟ لي كور لا. سي كاينين، ولكن اليوم البولفار كلشي مشى للبولفار ما يجيوش ليهم. حتى ابخي غنمشي. غتمشي في البولفار في العشيه؟ ضروري. واحد شويه نمشي. درنا شي حاجه على هذا. عامر بزاف. شنو بغيتي؟ عامر بزاف في القديمه. شنو بوكل Comment ça pas mal, pas mal. Pas mal, ça m'a dit. Perfecto. The Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week.
هاد العشية غادي يبدا البولفار 2010. البولفار هو الموعد السنوي ديال الشباب المغاربة مع الموسيقى اللي تتعجبهم واللي تتشبه لهم. إذا أنا ما يمكنش ما نديكمش لتما، وخصوصا حيت هوبا سبيريت غادي يلعبوا في البولفار. إيتوب كنظن بان الموسيقى سياسه، اي حاجه كديرها في الفضاء العمومي كدير شي حاجه سياسيه. الاختيار ديالك الشخصي باش دير الموسيقى هي اختيار سياسي، لان انت ملي كتمشي للموسيقى وكتعزل واحد النوع ديال الموسيقى اللي ماشي هو اللي مسموع بالطرف الاغلبيه، وداك الشيء ديجا عزلتي شي حاجه، عزلتي الحريه، عزلتي لونفي باش تعبر على داك الشيء اللي فيك، عزلتي لو فات بان غتختار شكون بغيتي تكون. هادشي كله سياسي، ولكن دابا سياسيا بمعنى بان حنا غادي نهزوا الميكرو وغنقولوا للناس كاين مشاكل حنا غادي نحلوهم، ما نحلوش المشاكل. ويدا نزور نبرا ويدا نزور نبرا. الهدف ديالي الاول هو انني غيجي ينشط، يعرق، يضحك، يمشي لدارو بشي حاجه جديده في قلبه اللي هي شنو هي النشاط، هي النسيان على المشاكل. هذا هو الهدف الاول. الا كان ممكن نوصلوا بعض المرات الهدف الثاني هو يمشي لدارو ويخمم شي جوج ولا ثلاثه الاسئله اللي حنا طرحنا، الحمد لله. الا وصلنا غير الهدف الاول انا فرحان بزاف. الحمد لله. دونك انا تنعرف شحال هذيك هو زعما سوا ديزون قلتي كلمه ما فيها معنى، وانا مستعده باش نتكونسونطري على اللي موراها الروح يا خويا. ولكن ما عمر شي مره بان لك، باسكو انا بان لي هوبا فيها او اي با، واش ماشي هما هاد الميزان اللي تعطينا اوسي الحراره ديالنا ديال البلاد فيها لي او لي با؟ وي تقدر تفهميها بلي انا كاين دي او كاين دي با. في جو بونس السنغال ولا في لاكوت ديفوار هوبا كتعني الصداع. تيروريست علاش؟ علاش؟ سيتي اون شانسون ان انجلي، كنا باغيين نضحكوا شي شويه، و حنا كنسافروا بزاف، كنطلبوا بزاف ديال الفيزات وكنتلاقاو مع الناس. كتجيني انا شويه حشومه شي واحد بعقلو يدير في بالو بلي انا اي عربي تيروريست ولا اي مغربي ولا اي مسلم خطير. انا كتجيني فريمون بحال علامات كيفاش غنقولها لك، ان سين دو ستوبيديتي. فوالا حنا لاعبين في واحد المهرجان وواحد الجروب امريكي رفض بلي انه يطير في طياره مغربيه، قال لك حنا ما بغيناش حنا تكون شركه مغربيه ولا مسلمه ولا يكون لو بيلوت عربي. دونك فوالا كتوصل هذا راه فنان وعارضين عليه هاد الناس هادو، ملي كتوصل هذا المستوى هذا ديال الكلاخ انا بعدا كنفرح، كنقول ماشي حنا بوحدنا مكلخين، ولكن كنبغي نجاوب عليهم. فوالا بلادي I don't want to live in your beautiful country because I am sure mine is better for me. فوالا كتشبه ليا الناس بحالي اللي صاوبوا هذا الشيء. دونك انا كنحترم اوروبا، كنحترم الناس اللي بغاو يمشيو تما كيخدموا ويعيشوا عندهم لي ريزون ديالهم، وما ما ما, ما غنلومهمش، ولكن انا عز عليا بلادي ديال بصح. I don't want to live in your beautiful country because I am sure mine is better for me. We don't have no financial crisis. It's permanent here. We take it out in
بان حنا كشعب كون بيرد نو كومبلكس ونشوفوا راسنا في المرايه زعما بكل ديريكتومون هكاك، تشوف راسك في المرايه وتعرف شكون انت وتما كتزيد لقدام، راك مكذوب. إيوا البولفار دابا قرب يسالي وغادي يسالي بموسيقى مجموعة هاوسة. ضروري أننا نشوفوهم لاعبين حيت شكلهم وكلامهم وأغانيهم مختلفة بزاف على كل ما شفناه حتى لدابا في الدار البيضاء. بولفار هذا هو واحد الافوا ايفينمون وانيفرسير ديال صداقه وعلاقه وموسيقى. كيفكم؟ بدينا عادي يعني بدينا كيف بداو خوتنا وفوزي د لا فيزيون، مي مع الوقت فهمنا بان ديك لا فيزيون اللي كنا كنديرو ما كانش مرغوب فيها، لان ما كانتش داخله في واحد، ما كانتش داخله في التعريف ديال لا فيزيون اللي كانت عند لي زورغانيزاتور ديال لي فيستيفال، بحيث لا فيزيون كانت هي واحد الشيء اللي ضروري خاص يكون فيه كومباز الموسيقى القناويه وكتزيد فيها العطريه ديالك. حنا بما ان ما كانش عندنا هذا الطرف ديال الحمل اللي سميتو موسيقى قناويه، كنا طايرين الامور، راه حنا كاع تقريبا كاع الجروبات اللي كيديروا الصداع راه عندهم نفس المشاكل. دونك رغم هذا الشيء الحمد لله ليكيب ديال البولفار غادي نعاودوا نقولوها كانوا كيتعاونوا معنا، ماشي ديما مي مره ملي كيحسوا بينا غنغرقوا كاع كيطلع كي داك شي بويسه بحال هكا وكيقول لك يلاه سير، كيطلع لك المورال. انفلونس كثار اش غنقول لك، كاينه ام كلثوم، كاين عبد الحليم حافظ، كاينه ورده، كاين ليد زيبلين، كاين دي بيربل، كاين جيمس براون، كاين ستيفي ووندر، وكاين بابليك انمي، كاين بروديجي، كاين ليونارد كوهن، كاين سكاتا نايتس، كاين بوب مارلي، كاين بوب كر، كاين بزاف، غادي نبقى غير نقول راه ما كاين بزاف. بانك مغربي هذا خطا التسميه. سي فري عندنا ان كوتي بانك، مي سي با الموسيقى لي بانك، سي لاتيتود لي بانك.
ايوا هذا اذا كان ان كان يدل على شيء فهو كيدل على الحمد لله. هذه الحاجه اللي ربحنا بعدا في الحاجه الاولى اللي كنربحوا في المغرب هي كوننا كنتزادوا مسلمين. عندنا جوج حوايج كنظن انا والعلم بالله كنربحوا في المغرب، الاسلام والشمس. كاين اللي كيقدر يزيد الحشيش. المهم انا شخصيا هادو الحاجه نحن بها هو نبارطاجيو الموسيقى ديالنا مع فنانين اللي كيجيو من ثقافات اخرى ومع ناس اللي عايشين في مجتمعات اخرى بافكار اخرى بتقاليد اخرى وبمعتقدات اخرى. كنظن انا هذا بالنسبه لي انا هذا هو الهدف الاسمى. زعما اذا وصلنا لهذا الشيء ما صافي الحمد لله. راه ما كيبانش ليا زعما كاين اكثر من هذا الشيء. جات الهوسه غتقولوا هوسه، جات الهوسه هوسه سلموا بوسه هوسه، جات الهوسه هوسه سلموا بوسه، جات الهوسه هوسه سلموا بوسه، هكذا 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 مراعده، 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 جات الهوسه هوسه سلموا بوسه فارمين. الرحلة ديالنا وصلت للخير ديالها. تنتمنى من بعد هادشي كله هاد المدن اللي شفناها، هاد الفنانين اللي تلاقينا بهم، هاد الموسيقات اللي سمعناهم يكونوا ساعدوك باش تفهم شي شويه اكثر وباش تكون تعلمتي شي حاجه اكثر علينا وعلى بلادنا وعلى الشعب ديالنا. بحال كيف سولنا كلهم الفنانين الاخرين حتى انا جات نوبتي باش نقول شنو هي الحاجه اللي تنتمناها. تنظن بأن الأمنية ديالي أنا أم الغيث بن الصحراوي هي كيف أنا تنحس براسي فخورة بشكون هي أنا. تنتمنى باش الشباب المغربي والإفريقي والعربي يحس حتى هو براسو فخور بالتاريخ ديالو بالحضارة ديالو وبالثقافة ديالو. وتنبقى دائما تنحلم بواحد الحاجة اللي هي أن المستقبل كاين في إفريقيا. قلبي 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 مقلوب.
بغيت نقولك شحال من كلمة. خويا فيرمين، صيفط لك هاد الأغنية من ألبومي الأخر، تنتمناها تعجبك. وهاني دابا تنتسناك في طنجة، باب من أبواب المغرب. عندي بزاف ما نوريك، ألوان وفنون ومدون. تنتمنى تعجبك هاد الجولة الموسيقية اللي وجدت لك في بلادي، والله يجيبك على خير. عشت وحلمت وتمنيت وحققت وما زال بغيت نطوف ونشوف معاك بلدان وبحور عراسي وجبال. اليوم هاني واقفة فاتحة روحي ليك. اليوم هاني وكل ما فيا هديته ليك. في طنجة العالية تعجبني نجي نجلس في باب البحر. هنا الوقت يتنسى والروح تتاخد راحتها بين ألوان السما وألوان الماء. دعيت لربي يكمل ليك كل ما تمنيت تكون يمكن مقرب لي ما تستنى. معاك غنيت وشرحت وضحكت وبكيت ولعبت وما زال بغيت نحس وندوق ونحيا الروح ونريح البال. اليوم هاني واقفة فاتحة روحي ليك. اليوم هاني وكل ما فيا هديته ليك. حبيت النور اللي ساكنة في عينيك. حليت كتاب مكتبي وكتبت حروف سميتك انت فيه. اليوم هاني واقفة فاتحة روحي ليك. اليوم هاني وكل ما فيا هديته ليك. اليوم هاني واقفة فاتحة روحي ليك. اليوم كل ما فيا هديته ما كاينش في المغرب اللي ما تعرفش اي يا بنت بلادي، اغنيه من اغاني شقاره لوركسترا المشهوره اللي غادي نمشيو دابا نشوفوهم في مدينه تطوان. حنايا كنعيشوا هنا في تطوان قرابين لاسبانيا، وحكم ان باقي عندنا عائلات حنايا اللي موجودين في اسبانيا، وانا كنعقل ملي كنت باقي صغير كنمشي مع الوالده لاسبانيا وانا باقي نجيو وهذيك، يعني الفلامينكو دائما كنسمعوه بعدا حنايا هنا في تطوان، لان الضفتين تقريبا هنايا 7 ديال الكيلومتر كتجي لنا من القصر الصغير الضفه الاخرى ديال اسبانيا. اذا حنا مأثرين بالثقافه الفلامينكيه وبالثقافه الاندلسيه. ديال العربي يعني الفلامينكو كما كيقولوا يعني فلاح منكوب،
وفي ذاك الوقت هذا كانوا يعني فلاحه وكيكون اكبر حزين وهذاك كيبداو يغني وهذيك وما يعطيو الاسم يعني هي فلاح منكوب ولكن هما بحكم ما كيهضروش بالعربيه ممتاز يعني فلامينكو يعني فلاح منكوب. هي تجربة عائلية اللي بدات من جدي كان عازف ديال الكمان وقبله كان استاذ المعهد الموسيقي ديال تطوان وموراه عمي حتى هو كان استاذ في المعهد الموسيقي وحارس عام بالمعهد الموسيقي. وبقات التجربة ديال الجوق ديال الاشقاره اللي بدات من 1958 وبقات غاديه التجربة مجة الى انا خرجت في الزداديت في 1974 دخلت المعهد الموسيقي في 84 10 سنين عندي. تابعت الدراسه في المعهد الموسيقي اللي كان عندي في 87 دخلت انا الجوق ديال عبد الصادق شقاره كنت باقي صغير عندي 13 سنه. وانت تعزف ولا تغني؟ لا كنعزف وكنغني يعني الطريقه اللي كان كيعزف بها عمي ويغني انا هذيك الطريقه هي اللي كنت عجبتني باش يعني من الصغر ديالي انا اللي كنا كنطلع مع الوالد الزاويه الحراقيه وهذيك كنت كنطلع وانا باقي صغير 3 سنين 4 سنين كنت كنشوف داك الشيء هذاك كيف هذيك تخلي القلب وسكن لي فيه. اذا في عام 1998 توفى عمي. انا قبل ما يتوفى كان بواحد العامين قبل كان هو عيان وما كيقدرش يخدم في الموسيقى وهذيك كنت انا هو اللي كنرومبلاسيه في الجوق يعني. وملي مات هو خديت انا الديريكسيون ديال الجوق وبقيت الى 1999 2000 جاتني واحد العقد في اسبانيا ومشيت كنشتغل في اسبانيا في غرناطه في الموسيقى. طبعا في الموسيقى. غرناطه وتطوان يعني بصح اذا شتي غرناطه وشتي تطوان في الشوارع القديمه في الاحياء القديمه وغرناطه كيقول لك عقلك بحال اللي انت كاين في تطوان او اللي كنتي في تطوان يقول لك عقلك انت كاين في غرناطه. انا بحكم كنتكون في غرناطه هذه 11 سنه وعجبتني غرناطه دائما كتعجبني لان كتشتبه تطوان بزاف وملي عشت فيها زادت عجبتني لان مدينه صغيره وفيها بزاف ديال استوديانتيس يعني الطلبه وانا متزوج وعندي جوج ديال الاولاد خلقوا لي في غرناطه وفرحان الحقيقه بصح يعني ملي كنكون في غرناطه كنكون مرتاح وملي كنجي لتطوان طبعا مرتاح وقريب بين الضفتين عندي نص ساعه ديال البحر وجوج ديال الساعات كنكون في الدار ديالي. القمر بكماله 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 تكفي النجوم دماله هذا القمر بكماله 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 تكفي النجوم دماله.
عليا واليوم جاو قالوا لي جبروا وما صرت ما نعطي له هدية ما صرت ما نعطي له هدية وما صرت ما نعطي له هدية هاي روحي اللي زيزة عليا وما صرت ما نعطي له هدية هاي روحي اللي زيزة عليا هي نحن دابا هنايا في المغرب اللي كانوا تفرقوا اللي سالات الوقيته ديال العبيد هذه كانوا تفرقوا في المغرب مشاو لطنجة مشاو للصويرة مشاو لمراكش مشاو للرباط مشاو لفاس مشاو لمكناس بقاو في مكناس من بعد تقناوت ولاو ولادهم بقى فيهم ديك الهيت اللي كيديروا هما شنو كيغنيو بومبراويين اللي كنديرو حنا مثلا بحال فانغوري مراموسي بوليدا هادو كانوا كيلعبوا عليهم وكيديروا عليهم واحد الحبل وكيعاودوا على المقاصد ديالهم بهذه اللغه حنا ما كناش كنعرفوا هذا الشيء مقاصد ديال العبيد مقاصد العبيد من بعد هاد الناس هادو ما داروش واحد الكتاب اللي يخليوه هاد الوقت اللي غادي يعرفوا مثلا فانغوري شنو غتقول مراموسي شنو غيقول هادو كانوا والو ما كاينش كانوا كيعاودوا على المقاصد ديالهم ملي كنت في المغرب تعلموا الاجيال اللي قبل مني راه ماتوا كاين الناس هو اللي ماتوا هادشي عنده تاريخ التعلم اللي تعلموا ولاو كيطوروا التكناويت ولا فيها الملوك ولا فيها يجبدوا الصالحين ديالنا حنا دخلت داكشي مع الاسلام ديالنا مع الاسلام ولات التكناويت منصوره بزاف ديال الاشياء اللي تعطات فيها مثلا ما كانوش هما يغنيو مولاي ابراهيم ولا سيدي حمو ولا نقول لك لا اله الا الله ولا هادشي هذا ما كانوا يعاودوا على المقاصد ديالهم بالطريقه بنويات وبولاد فامبرا هادشي اللي كان من بعد حنا جبرنا عاوتاني اخرين هما حنا الولادي مشاو الله يرحمهم وزيد عليهم شحال تعلموا الناس وكانت تكناويت قديمه كانت ما فيهاش الزواق ما فيهاش بزاف ديال الاشياء اللي طفنا ليها من بعد تبان هذيك الطقوس ديال الليالي الشتبه والطبيعيه والالوان كانت كتشدب تمام وكان راجلها من هاد الناس هادو ولاد ديك العبيد اللي كانوا جايبها جدودو هما ديك الاصل كانوا تقريبا نقول لك واحد 50 قناوي ساكنه في الزنقه كلهم كحل وانا تربينا في زنقه وحده كنت انا ساكن في زنقه سيدي ميمون ومن سيدي ميمون لزاويه قناوه ما كاينش مسافه بزاف كنمشي مع جده تما نحضر الليالي وداك الشيء تولعت بديك الموسيقى القناويه كان الوالد ما يبغيش يخليني نمشي مع القناوه كان ناكل العصا والقرايه بزاف ديال المشاكل دازوا على هذا الراس من بعد شاف خالي خو الوالده شاف المشكله كبرت مع الوالد وهذيك جرني معاه كان خدام هنا في مدينه الساله في الرباط في كمسله قال لي فهمت دير يلاه قال لها معايا تخدم في التلفاز ومرضنا ما عنده باس جيت لنا معاه خرجت واحد النهار في السوق الكبير في مدينه السلام لقيت واحد 3 قناوه غاديين دابا نخرج بهم هزين طبل وجوج طراحات انا كنت مشيت نتسخر من خالي الراجل شفت قناوه تبعتهم خالي النهار كله هو يقلب عليا في مشاهده تخلع قال مربى ما تلف مربى ما يعرفش الدنيا هنا وانا تابع غير قناوه تعيط ليا واحد فيهم صامك الله يرحمه قال لي اجي صباح انت تابعنا منين انت انا ولد القصر الكبير وراجل جده معلم وهادي التبريج ديك الشيء السناطح كما كيقولوا حنا الشباب قال لي واش كتعرف تقرقب قلت له كنعرف تقرقب وهاديك الساعه الدري الصغير ما كاينش تاخذ هادي يدخل القلاوه وهادي وبهذا الشيء هذا هما يعجبهم الحال الدري الصغير يكون يلعب ويتفرج وهادي عندهم شويه الفضل كيف يقولوا حصل قال لي غدا اجي عندنا في الصباح مشيت انا عند حبيبي كليت شويه العصا قال لي وانا هربت من القصر الكبير باش نسالي مع الشي قلت له شوف عندي انا هادشي هذا زعما بدا يرغبوا وهادي قال لي ما كاين مشكل كنمشي كنقيل معاهم كنخدم معاهم كذا ولاو كيدوروا معايا كنشوف انا خدام ب 10 دريره في ديك الساعات في التدرس وكنشبر 50 60 ريال حبيبي رشقت له قال الفلوس هذو مزيان
شي 14 عام هذاك يتقدى. وانا نهبط من الشمال. من الشمال كاينه تطوان، كانت نقول لك بحال المدرسه ديال قناوه. كان واحد سيدي عبد الله الوزاني كان عنده تقريبا واحد 40 بناوي اللي هي في الدار كتجي كل نهار دير تمرين. كنا طلعنا انا وشي 3 الاخوان من الشمال حتى هما دابا راه معلميه. مشينا تعلمنا مزيان اللعب، الحق وطريقو، الموازن، الحسابات ديال الكمبري، الحسابات ديال الرحده. بنادم كيحفظ. هبط من طنجه جلست مع المعلم عبد الواحد ستيتو، خديت منه لا باز ديال الخدمه ديال البلاد ديال طنجه، كلها دخلتها لدماغي. من بعد هبطت من طنجه طلعت ندير واحد الجوله. انا كنت هبط القصر الكبير، خصيت واحد شويه تقريبا واحد العامين تما. وليت كنخدم معلم تما في مدينه العريش. درت القصه ديال تما علميت داروا ديال اللي الخدم اللي كنخدم اليوم القصه. بعدنا المعلم في الشمال الا ما دارش القصه ديال تما علميت. نون بعد جا واحد لا شونسون في هاد لي ماكيت اللي كنا تنجبدوا. كانت ديك البارول ديال عادل كانت تيقول اش كاين، نقولوا اش كاين مساكين جبد مساكين. وكانوا تيقلبوا على النو خالد وحاتم. صا بيان سوني داك اش كاين عجبتني، اتفقنا على اش كاين. ان جو دو مو اش كاين. واش اش كاين؟ لا بيان مارشي باسكو سي ان مو كنتي براس وقيله تقول لي ما عرفتش شحال مره في النهار سنكون كونت اش كاين. دار هي ايدي حب تزيد طلعات فهمتك يا ودي اللازم تقاش مأزم وزيد حزم ودي اللازم وحباس يا هدنيا هنا اش هاد الحالة واش هاد الرسالة حالتك معايا حالة في الوقت خبالة بالبالة لا 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 قلتلك شرفوا هرفوا ناوي يخرفوا زرفوا ضرفوا عبارة قماش الوالد كنا بلاش الدخل الغاج وكلشي كاين حق مكاشي وشي عندك كلاسي كيفاش علاش وقصاص العيشة ما تحلاش اليوم آخر وحدة لو بوان كومان اللي تلقاي بلوز او موان سي هذا انا قلت لك هاد لا باسيون ولي بروبليم تقريبا بحال في الدول العربيه ديال الشوماج ديال الرشوه ديال لا ليبرتي ديكسبرسيون ديال كذا تروتروف هادشي يقول لها ديرني مورسو سور لالبوم باش يريبريزونتي عاوتاني واحد لا رياليتي واحد الالبوم هكاك داير الالبوم هذاك هو اللي تيريبريزونتي الاتونسيون اللي في الالبوم تو تعطيو فيه تفاؤل فهمتي يعني بنادم تخدم دير شي حاجه ما تفاكش فهمتي. الا بغينا هاد البنات تزيد لقدام راه ما ساهلاش يعني بنادم ماشي راه ما ساهلاش ولكن اللي درنا اليد في اليد وخدمنا وهذا راه نقدروا نزيدوا لقدام يعني ماشي شي حاجه مستحيله فهمتي. غير واحد الكلمه راه تلخص لنا حنا هادشي هذا يعني البلاد زعما ملي تنقول حال حتى البلاد ما نشفاكش البلاد زيد قاد يعني راه ماشي زعما ماشي راه اوجه فهمتي دابا باش فهمتي ماشي دابا تزيد قاد حنا راه باغيين شي حاجه احسن. حنا راه الحمد لله اللي راه تيبان لنا حنا فهمتي مازال واحد شويه مازال ملي راه خصو واحد شويه غنوليو مزيان. اذا انت واعي بحق فين كاين نوض دابز عليه وخذ بيديك كاع الا ما عطاوش فيه دير الخدام انت نوض دير الحق هذا هو البلاصه. زعم طايف وصفار وزاح عارفين راه مسوق مرفوض بوغريا يا شو بغيت تكسر بايدي شوف يا اموت تحرك دير بين بلا باغي نقول راه اللي كاين واه نقول شوف دماغي واصبر وسلاح لا تيأس يا مراه كهدور زال يجي الخير اللي يهم لازم غادي يوصل راه كفاح واصبر وسلاح لا تيأس يا مراه كهدور زال يجي الخير اللي يهم لازم غادي يوصل راك ماشي بوحدك الناس كلها مأزمة مع الوقت واخا وكرا الطاقم حازمة الناوية عازمة تبني وتغير واخا قلب هازمة زاد شفل هذاك اللي لا شالح بل وساملين تقال في بلا دغيا البل جاب سفل كاع صبر لي كان باقي ولا غير لا خلياتي كوب الهم يقول شكون ساقي اوس فازي سي باتي دي سي شوف فيك تزيد الشانس في الزير مونطر
حنا وصلنا للرباط العاصمة. بغيت نديكم دابا تشوفوا فن وموسيقى تاع قناويت مع واحد من أكبر معلمين قناوة حاليا، المعلم حميد القصري. قناويت الا ما عرفتش على ما قالوا الله اعلم. كان في عهد منصور الحبيب السلطان مولاي اسماعيل كانوا كيجيبوا العبيد من افريقيا، وهذوك العبيد كانوا كيجيبوا جيوش، وهما كانوا كل جروب جايبين من القبيله، قبيله فلان، قبيله حسام، قبيله هنا. اذا هذوك كان عندهم واحد الغنى نتاعهم كيسميو التقناوي ديالهم، كانت كتغنى كلها باللغه السودانيه. بك القمر بكمالو 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 لف النجوم دمالو. القضيه ديال الكمان وحنا كنستعملوها على الركبه. حنايا في الموسيقى الاندلسيه طبعا عندنا حنايا انسترومنتو الاله، يعني الرباب. يعني الرباب كيتعزف من قديم الزمن وكيتعزف على الركبه. اذا كان كاين واحد الانسترومنت اخر اللي هو كيشبه الكمانجه، كانوا كيعزفوها في الوقت ديال الاندلس على الركبه، ولكن حكم اللي خرجت الكمان مودرن وكتعطي بزاف ديال الاصوات اللي هي زوينه، وهذيك حكم اللي خرجت الكمان استغنوا بعد على لا ماشي على الرباب، على ديك الاله اللي كانت، وبداو كيستعملوا الكمان. اذا حنا من دابا رجعت الكمان مهمه بالنسبه لنا. وما كذبش عليك، بعض المرات كنكونوا في اوروبا خدامين في كونسيرت ولا شي حاجه، الناس كيعجبهم ان العزف ديالنا، لان الطريقه ديال التحكم في الكمان على الركبه احسن من طريقه التحكم على. وحنايا لان الموسيقى الاندلسيه الهدف ديالها كنغنيو وكنعزفوا. اذا عزفنا هيدا ما تقدرش تغني مزيان. هنايا كتكون انت مرتاح كتعزف وفي نفس الوقت كتغني بطريقه واحده. بك القمر بكمالو 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 لف النجوم دمالو. بك القمر بكمالو 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 لف النجوم دمالو. مكناس مدينة عريقة، كاين فيها تاريخ وآثاره، كاين فيها باب منصور والدالية والزيتون، وفيها صحابي وحبابي أشكاين من أول مجموعات الراب في المغرب، وهما اللي غادي يستقبلونا في العاصمة الإسماعيلية. زيد عليها مكناس مدينه صغيره، مدينه نقدروا نقولوا مهمشه، كانت اون كابيتال اسماعيليه وكلشي شحال هادي، مي دابا بلوزمون فقدات شويه داك الشيء ديالها. فقدنا حنا ديور الشباب وداك الشيء اباغ الشطرنج مثلا، ولا ما كاينش شي حوايج اخرين. يعني حنا لو راب والموسيقى سيتي بوغ نو لو سول موين ديفازيون فين تنضحكوا، فين تنقولوا شنو باغيين نقولوا. دونك فوالا سيتي
وما كناش في كازا، دونك عندنا واحد العلاقه مع التقاليد ولا التراديسيون. هاكل شديد نيو سولوفان اشكاين واو اشكاين عارفين اشكال نديرو مشاكل مزوق تسليم اشكاين كاين اللي بايع الماتش وجالس في وسطنا اشكاين في la résistance tout ça comme à casa اشكاين رد النور يا مكان رفض DJ, vas-y, laisse tourner les platines. Au micro c'est Hachi, HP2 pour les intimes. وقت بارز. دونك سي تما فين كانت لا بروميير رونكونتر مع الموسيقى لي دومين ديال الهيب هوب اون جينيرال لي 4 اليمون ديالو بريك دانس بريك ام سي المهم كلشي. بتي طابتي شنو نقول لك حنا اون ايتي دي بوت دونفونس كبرنا اونصومبل في قبل الموسيقى مراهقه جداتنا كاملين لقيتها وحده قبل الموسيقى والموسيقى ça nous a plus renforcé qu'autre chose. وين l'idée de constituer un groupe ولا نديرو شي حاجه بالموسيقى ça remonte vraiment à l'enfance, ça remonte à 96 ولا 97 بحال هكا. الو ديجا في داك الزنيقه وكذا وبديت هيب طروبيل صافي اللي عنده شي حاجه تيقولها شاركنا به. المهم الالبوم كان جا شويه قاصح بالنسبه لذاك الوقت، قاصح شويه المواضيع اللي تنهضروا فيها بالنسبه للمغرب ما عمرو شاف كان مثلا بحال هادشي اللي تقدر تسمعي دابا عند لي رابور اللي تيقولوا راسهم يبوز وتيقولوا شي حوايج دابا حاليا فوق المحمد السادس. حنا كنا تنقولوا داك هادشي هذا فوق الحسن الثاني الله يرحمه فهمتي. دونك سيتي ديفيرون يعني كنا داك الساعه كانت جرأه بصح، ما دابا هادي ماشي جرأه، هادشي اللي تنشوفو ماشي جرأه، داك الساعه كانت جرأه واحد الجرأه حيت